عايز اسالكم سؤال يمكن انتوا عايزين تسالوهوني، يعني ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ وايه اللي بيخلي الشر يزيد والمشاكل تبقى بالشكل ده؟ كل يوم بنسمع عن جرائم قتل وسرقه، عن اهل مش بيحبوا ولادهم، عن مشاكل اسريه، عن مشاكل في المدارس، خلافات، ونسب الطلاق اللي بقت مخيفه. ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ كل يوم بنصحى على خبر ابشع من اللي قبله. اخرهم الجريمه اللي حصلت في الاقصر. مشهد صعب جدا، مش طبيعي ان ده يحصل بينا كبشر، كاننا في غابه. جريمه بشعه نفذها شخص فاقد السيطره على نفسه بسبب مخدر الشابو. طبعا كل اللي شافت الفيديو واللي بعتت لي مش قادره تنام يعني. هقول لكم طبعا على طريقه في اخر الفيديو ازاي ترتاحوا. زمان كنا بنسمع عن الحاجات دي كل فين وفين، على فترات متباعدة، لكن دلوقتي بقت حاجة يومية احنا بنصحى عليها. فأنا مستغرب ليه بقينا كده؟ هل احنا بنفتقد الرحمة والإنسانية؟ هل المخدرات اللي انتشرت هي السبب اللي لغت عقول يعني الشباب؟ ولا الناس سايهة مش عارفة تتعامل مع ضغوطها؟ أنا شايف إن الموضوع أكبر من مجرد جريمة فردية، لأن دي علامة إن في خلل كبير جدا في المجتمع، وإن احنا محتاجين نرجع لقيمنا، لإنسانيتنا، لكل الحاجات دي. محتاجين نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع بعض ومع مشاكلنا. ليه الناس بقت تلجأ للمخدرات؟ وليه بقى في عنف بالشكل ده؟ أولا عشان احنا فقدنا التواصل الحقيقي مع بعض، لأن كل واحد فينا بقى شايل همومه لوحده ومحدش بيقف جنبه حتى الأهل. اللي حصل في الأقصر ده لازم يكون إنذار لينا كلنا إن احنا نبقى حن على بعض، ندي وقت لأولادنا، نحاول نساعد أي حد حوالينا ممكن يكون محتاج دعم، نعالج الناس المدمنين. وكمان لازم يكون وقفة قوية ضد المخدرات، لأن اللي حصل ده مش أول مرة ولا هيكون آخر مرة، لأن مفيش أي تحرك حقيقي للموضوع ده. فكل دي أسباب موجودة. الخلافات الأسرية، الأب والأم كل واحد منشغل في حياته، والأولاد بقوا لوحدهم بيتربوا على إيد الإنترنت أو الشارع، فمفيش تربية في البيت. كمان المخدرات اللي انتشرت زي الشابو بيأثر على المخ، بيخلي الإنسان مش واعي بتصرفاته، فممكن يقتل ويسرق، وده سبب رئيسي في الجرائم اللي بنشوفها. الحل لازم نرجع نحب بعض ونسمع لبعض وندي لأولادنا وقتنا واهتماماتنا، ولازم يكون في وعي بخطورة المخدرات وإنها بتدمر عقول الشباب. ولازم نواجه مشاكلنا الأسرية بدل ما نهرب منها، لأن الهروب بيزيد الوضع سوء. كل واحد فينا ليه دور، يعني أنا وأنت كل واحد فينا ليه دور يقوم بيه، يعني بدل ما أقول للناس إحنا نقوم بدورنا. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي. طب الناس اللي شافت الفيديو ومش قادرة تنام تعمل إيه؟ أول حاجة تجنب إنك تعيد مشاهدة الفيديو أو التفكير فيه، وكل ما يتكرر المشهد في ذهنك يعني طبعا كل ما هيزيد التأثير عليك. حاول تشغل نفسك بأي نشاط تاني، أول ما تيجي الفكرة روح اعمل أي حاجة حتى لو تاخد شاور عشان يبعدك عن التفكير في اللي شفته. اتكلم مع حد قريب منك، لو المشهد مؤثر عليك احكي لشخص مشاعرك حاسس بإيه، لأنك لما بتتكلم بتعبر عن مشاعرك الكلام بيريح وبيخفف الضغط النفسي. حاول تمارس أي تمارين الاسترخاء، التنفس العميق، لو تعرف تلعب يوجا، زومبا، ودي حاجات كلها موجودة على الانترنت تقدر تجيبها وتشوفها يعني. حاول الفترة دي تقلل ان انت تتعرض للمحتوى السلبي. لما تشوف حاجة زي كده حاول انك انت ما تتفرجش عليها كل شوية، ما تشوفش السوشيال ميديا، ما تقراش الاخبار عنها، لان ده بيقلل التوتر. اشغل نفسك بشيء ايجابي، شوف فيلم هادي، اسمع موسيقى، اقرا كتاب خفيف. الحاجات دي هتساعدك وانك تهدي اعصابك وتبعد تفكيرك. لو مش عارف تحكي اكتب اللي انت حاسس بيه، لان الكتابة بتساعد على تفريغ المشاعر. ما تشربش الفترة دي كافيين قبل النوم لانه هيزود التوتر، واشرب حاجة دافية زي البابونج، اللبن بعسل كده يعني. لو لقيت نفسك الموضوع معاك خد اكتر من اسبوع واتنين، يبقى انت مفيش حل غير انك انت تروح لحد متخصص. اخر نقطة، ادعي ربنا، اطلب يا رب، قول يا رب اديني الطمأنينة. الصلاة والدعاء بيكونوا مصدر للراحة النفسية، فاطلب من ربنا من قلبك انه يبعد عنك القلق. واخر نقطة، اللي شفته صعب بس الطبيعي انك تحس بقلق، لكن الاهم انك ما تسيبش نفسك للتأثير السلبي. في النهاية ربنا يعني يحفظنا ويهدي النفوس ويرجع في قلوبنا الرحمة والإنسانية اللي افتقدناها. ولو كل واحد فينا بدأ بنفسه يمكن نقدر نغير حاجة.